السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض الكوردن بلو. طبعا ممكن تكون في ناس ما تعرفوش وفي ناس ممكن تكون عارفاه. النهاردة ان شاء الله هعمله معاكم بطريقة سهلة قوي للي ما جربهوش وللي ما يعرفوش. مش عيب يا جماعة ان احنا نتعلم. النهاردة بإذن الله المقادير زي ما انتوا شايفين قدامنا كلها سهلة وبسيطة. وكمان لازم تجددي لأولادك وما تحسسهمش دايما ان انتي معتادة على أكلة معينة. يعني مثلا احنا معتادين ان البانيه شاورما، صدور الفراخ يا اما بانيه يا اما شاورما. تعالي النهاردة نغير ونعمل لهم فكرة جديدة، وبإذن الله هتعجبك وهتعجب أطفالك قوي. بس قبل ما نقول المقادير مش هننسى نقول اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. معانا ايه النهاردة؟ معانا كده تقريبا نص كيلو صدور بانيه. انا يا جماعة غسلتها طبعا كويس بالملح والخل والليمون، وصفيتها من المية ودقتها لحد ما بقت رفيعة. بصوا دقتها بايد هون باي حاجة عندك دقيها، يعني حطيها كده في قلب كيس. افتحي مثلا كيس تلاجة وحطيها وقومي قافله عليها الكيس وافضلي كده دقي عليها لحد ما تبقى رقيقه زي ما انتوا شفتوا معايا كده. تمام. والحشو بقى ممكن طبعا تحطي اي حاجه. انا النهارده هحط معاكم لانشون وجبنه شيدر، ممكن تحطي موتزاريلا، ممكن تحطي روز بيف، ممكن تحطي اي حاجه المتوفر عندك اشتغلي بيه. معايا البهارات بتاعتي: ملح، بهارات الفراخ، بصل بودر، جنزبيل، معايا كمان زعتر، ومعايا شوية فلفل اسود، ومعايا بابريكا. المفروض كمان ان انا احط توم بودر بس للأسف مش عندي، فعادي انا هشتغل بالبهارات دي مفيش اي مشاكل. كمان معايا هنا معلقة كبيرة دقيق، وكمان معايا معلقة نشا صغيرة. النشا طبعا بتدي قرمشة جميلة للكوردن بلو او للبانيه بتاعنا. ومعانا طبعا بقسماط مطحون اساسي. كمان معايا هنا دول بيضتين وعليهم معلقة كبيرة لبن وعليهم رشة كده فلفل اسود. تمام. دول طبعا للطبقة الخارجية اللي انا لما اجي هحمر هشتغل فيهم طبعا. تعالوا دلوقتي نشتغل مع بعض ونقول بسم الله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب مثلا اي كده طبق غويط عندي وهنزل بقطع الفراخ اللي معايا كده. بس طبعا الاول قبل ما نشتغل هدمج البهارات اللي عندي كده على بعضها، الملح والبهارات كلها اللي معايا. تمام كده. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالكوردن بلو او بالبانيه اللي عندي او صدور الدجاج. تمام كده اهو. وهنزل بقى عليهم بالبهارات اللي عندي كده بسم الله. تمام قوي كده. وهبتدي بقى يا جماعة اخليهم يشربوا البهارات او التتبيلة اللي عندي. خلاص انا قلبت البانيه بتاعي في التتبيلة كده وشرب منها كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين معايا كده. هو جاهز معايا ان انا احشيه. دلوقتي هجيب عندي خلة زي دي كده مثلا. تمام. تعالوا بقى نجرب مع بعض كده. جبت مثلا عندي اول قطعة بانيه، هجيب اللانشون عندي كده. طبعا هي لو كبيرة هقطعها كده مثلا. ومعايا كمان الجبنة الشيدر. تمام كده. وهبتدي الف كده بسم الله زي ما انتوا شايفين معايا. بصوا هعمل ايه بقى؟ طبعا هدخل خلة كده. بصوا هو بقى هياخد عندي نفس الشكل ده اهو. بصوا من جوه الجبنة الشيدر واللانشون لما بيتحمر بقى بيبقى شكله تحفة.
وطبعا الخلة دي لان انا لسه هحطه في الفريزر، فطبعا هياخد نفس الرسمة دي او نفس الشكل اللي انا عملته. تعالوا نعمل مع بعض واحدة كمان. خليها هنا. تعالوا مثلا نعمل دي كده، ونحط الجبنة برضو ونلف. تمام قوي كده. وبرضو هندخل الخلة بتاعتنا بنفس الطريقة. بصوا هكمل بقى بقية المقدار وبعدين اوريهولكم. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خلاص انا خلصت الكمية اللي عندي. تعالوا بقى دلوقتي نعملها في البيض والبقسماط. انا عندي هنا بيضتين على معلقة لبن على رشة فلفل اسمر او فلفل اسود. تمام. كمان معايا هنا البقسماط بتاعنا والدقيق والنشا. ممكن نضيف عليه معلقة بصل بودر وتوم بودر. دلوقتي انا حطيت كمان معلقة بصل بودر. خلاص جاهز معايا كده ان انا اتبله. تمام قوي كده. تعالوا بقى نقول بسم الله. هننزل طبعا في البيض الاول. طبعا الخلة انا مش هشيلها غير ساعة التحمير، هسيبها مفيش اي مشاكل. اتبله كده في البيض وبعد كده بسم الله في البقسماط. تمام. مش هشيل الخلة يا جماعة غير ساعة التحمير، لان طبعا بعد ما اعمله في البيض والبقسماط معاكم حالا هدخله الفريزر لمدة مش اقل من نص ساعة اهو. تاني في البيض في البيض الاول كده زي ما انتوا شايفين معايا، وبعدين في البقسماط. تمام. طريقته يا جماعة سهلة قوي وجديدة، وصدقوني هتعجب اطفالكم قوي. تمام. هكمل بقية الكمية وارجع لكم، استنوني. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خلاص الكوردن بلو بتاعي جاهز. ان انا دلوقتي هدخله الفريزر مدة نص ساعة وبعد كده هطلعه علشان هنحمره مع بعض واوريكم النتيجة النهائية بتاعته. ما ينفعش يا جماعة ان انا اقوم محمراه دلوقتي عشان التتبيلة دي اللي عليه لازم تمسك كويس، وكمان عشان ما يفكش مني في الزيت. ودلوقتي انا حطيت طاسة فيها زيت سخن عندي على النار، وهبتدي ان انا احمر فيها الكوردن بلو بتاعي. وطبعا في نقطة مهمة جدا لما تيجي تحمروا الكوردن بلو كده بسم الله، طبعا ان الزيت بتاعك يكون دافي وما يكونش الزيت بتاعك سخن قوي. لازم الزيت بتاعك يكون دافي كده ووسط، علشان اول لما تنزلي بالكوردن بلو ما ياخدش لون من بره وتبص تلاقيه من جوه مش مستوي. بس هو كده كده ان شاء الله هيستوي معاكي علشان احنا دقيناه. لازم يا جماعه ندقه بهون او باي ايد كده حديد قبل ما نشتغل بيه. دلوقتي هنسيبه بقى على نار متوسطه كده مع نفسه، ولما الوش ده يتحمر هنقلبه على الوش التاني. دلوقتي انا خلاص بقلبه اهو على الوش التاني. طبعا انا سايباه على نار متوسطه زي ما قلت لكم عشان يستوي براحته خالص. بصوا ما شاء الله لونه بقى ذهبي ازاي، ولسه كمان بقى لما نيجي نقدمه هتلاقوه تحفه وشهي جدا. ودلوقتي يا جماعه خلاص الكوردن بلو بتاعنا استوى وبقى تحفه زي ما انتوا شايفين معايا كده. بسم الله ما شاء الله انا سبته على نار متوسطه براحته خالص، ما استعجلتش عليه. زي ما انتوا شايفين معايا كده الجمال والحلاوه. وعاوزه اقول لكم بقى ريحته تجنن وشهي جدا. تعالوا بقى نقدمه مع بعض. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا الكوردن بلو بتاعي خلاص خلص وبقى تحفه زي ما انتوا شايفين. ايه رايكم بقى في الجمال؟ وبصوا
ملفوف ازاي وجميل، والجبنة الشيدر سايحة جوه، علشان كمان انا سبته على نار متوسطة لحد ما استوى براحته خالص. بتمنى بجد ان انتوا ان شاء الله تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات، هيعجبكم ولا لا، عشان هو فكرة جديدة وبجد تستاهل التجربة. وما تنسوش بقى تعملولي لايك وسبسكرايب وشير، وكمان هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. انا كنت معاكم سمر من قناة اطبخي ووفري مع ام تسنيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.